التحاميل البيضاء بذروة الجمل وبذور الأكبي لزيادة منطقة الأرداف والخصر. بالنسبة للسيدات اللي باغيين يزيدوا في الحجم أو يقادوا لاطاي ديالهم، أجي تشوفوا معايا طريقة التحضير. أول حاجة كنخدموا بها هي الذروة ديال الجمل. من الأحسن يكون الجمل كبير والذروة ديالو تكون كبيرة باش كتكون كتخدم لينا أكثر المنطقة. عندي هنا تقريبا واحد رابعة ديال الذروة، قطعناها شكل مكعبات رقاق أو صغار غير باش يسهل علينا أنها تذوب. بالنسبة للطريقة باش أنها تذوب ضروري تحط يا إما فوق شي مجمر أو تكون العافية مهيلة وتبقى هكاك تذوب الراسة حتى كيبقاو يبانو لينا فيها واحد الفتيفيتات رقاق تما كنتأكدوا أنها ذابت. وهذاك الزيت ديالها كنصفيه هو باش كنخدمو. ثاني حاجة أولا ثاني مكون اللي كيتعتبر أساسي في هذه الوصفة هذه هما بذور الأكبي. بذور الأكبي الإفريقية اللي غنيين على التعريف وخطيرين للزيادة ديال الوزن. أول حاجة هنا عندي تقريبا واحد 500 غرام، مي ما غنستعملهاش كاملة حيت عندي كمية كبيرة ولا غنخدم بها في حاجة أخرى. فهنا كما كتشوفوا طحنتها وغنولي نقص منها ونبقى نطحن فيها حتى غتولي لي على شكل كريم اولا كتطلق داك الزيت اللي فيها كامل. بالنسبه للبذور الاكبي اولا بالنسبه للمكونات ديال الوصفه تقدروا تدخلوا عندي الانستغرام ديالي راه كاين كلشي. وحتى بالنسبه للتحامين واجدين راه عندي في لاباج ديالي انستغرام اولا في نيميرو التليفون اللي غنخلي لكم من تحت. بالنسبه للمكونات الاضافيه اللي غادي نزيدو فهنا عندي ديك العجنه ديال البذور الاكبي كما كتشوفوا. بالنسبه للبذور الاكبي اللي ما كيعرفهمش فهو هذا الشكل ديالهم. ثاني حاجه اولا المكونات اللي غيبقاو عندنا ان الكشيره هي مطحونه على الدار. بالنسبه للزيوت غنخدموا مجموعه ديال الزيوت المسمينه بينهم زيت الجنجلان، زيت الصوجا، زيت الحلبه، زيت كبد الحوت، زيت العنبر، ومجموعة كذلك من الزيوت الإضافية اللي أنا ديجا مخلطاهم قبل. بالنسبة للذروة ديالي ها هي كما كتشوفوا وجدات غنصفيها أول حاجة وهي المكون كما قلت لكم الأساسي ضروري خصكم تخدموا بالذروة. بالنسبة للكشيرة كما كتشوفوا هنا راني طحناها على يدي كما قلت لكم. من الأحسن تطحنوها يا إما على يديكم أولا عند شي سيد تاخدو من عنده باش كتأكدوا منها كطحنوها وكتغربلوها كتوليو تخدموا بها. خدمت انا تقريبا واحد 2 المعالق. بالنسبه للبذور الاكبي الكميه اللي خديت تقريبا واحد 100 غرام حتى 150 غرام. وبالنسبه للزيوت تقريبا خديت من كل زيت شي 2 المعالق حتى 3 المعالق على حسب الكميه اللي انا غنخدم بها. فهنا كتشوفوا عندي زيت الصوجا كما قلت لكم، هنا عندي زيت جاني القمح كذلك ومنشا خديت منه. عندنا زيت الصوجا، عندنا زيت الجنجلان، عندنا زيت كبد الحوت، زيت العنبر راه كتشوفوه تما. وكذلك تقدروا تزيدوا بعض الزيوت بحال زيت بذور العنب حتى هما كيعاونوا. فتقريبا انا بالنسبه لبذور العنب خديت منهم غير معلقه صغيره. وبالنسبه لزيت العنبر حتى هو قدرناه غير هو الكميه كتبقى قليله. هو اللي كاين في القرعه الصغيره تقريبا خديت منه غير معلقه واحده بحكم انه شويه غالي. هو زيت كبد الحوت مع ان الفعاليه ديالهم زوينه الا انهم غاليين. صافي من بعد ما كناخذوا المقدار ديال كل حاجه من هاد الزيوت هادو اللي ذكرت لكم غنوليو نحركوا المكونات مزيان حتى كنحسوا ان الخليط ولا متجانس اولا يعني ولاو كلشي ميلونج. وكنوضعوه في الثلاجه مده واحد نص ساعه هكاك عاد غنوليو نرجعوا باش نكملوا الخدمه. صافي من بعد ما كنكملوا التحاميل ديالنا وكيخرجوا من الثلاجه كيكونوا على هذا الشكل هذا. صافي كنبداو نخدموهم كناخدو تقريبا الحجم اولا الكميه. بالنسبه لي انا كندير تحاميل شويه كبار باش هكا الانسان كيتنفع من دوك الزيوت. بالنسبه لهاد التحاميل الناس اللي يقدروا يديروهم اكيد الناس اللي عندهم البواسر اولا اللي زعما ما كيفضلش اللي فيهم الاعشاب وكيخاف منهم فهذه ديال الزيوت كتبقى امنه اكثر وفيها زيوت كتعطي نفس الفعاليه مع الوقت. بطبيعه الحال انكم تداوموها تكثروا من شرب السوائل وكذلك انكم تاكلوا مزيان وتبعدوا من اي حاجه بارده. تحاميل كيداروا من الاحسن بالليل ومن بعد يعني ما كتقضيو حاجتكم وداكشي كتوليو ديروا تحاميل واحد راه كافي كل يوم بالليل حتى كدوز ديك الفتره ديال 15 او 20 يوم كتبدا تبان لينا النتيجه. داوموا عليهم باش تحصلوا على نتيجه افضل. كذلك الا بغيتوا تعاودوا زعما انكم تسرعوا التفاعل ديال القويبات تقدروا ترافقوهم بشي زيت اللي هو من الزيوت المسمنه الا بغيتوهم راه بطبيعه الحال راه هما عندي.
أولا أنكم ديروا الكريم اللي كنت ديجا جربته معاكم أولا حضرته معاكم ديال بذور الأكبيسة هو للزيادة في الوزن، صافي كنحضروا الشكل ديالهم من بعد ما كملتهم. راه تقريبا عطيتكم كاع الحويجات اللي كندير أنا شخصيا، ما كنزيد لا فانيد لا قبيلبات لا حتى شي حاجة. هاد الشي هو باش كنخدم والله شاهد على ما أقول. هذه من ناحية بالنسبة للناس اللي كيسولوني فين نقدروا ناخذهم، كما قلت لكم تقدروا تدخلوا عندي الانستغرام ديالي وطلبوهم. بالنسبة للتوصيل راه كاين المدن كاملين، يعني في المغرب كامل كاين توصيل. حاجة أخرى بالنسبة للثمن مقارنة بالخدمة راه هو ثمن يعني كيتعتبر رخيص. بالنسبة لحجم السيبو تقريبا راه غادي لواحد 20 أولا 15 غرام. السيبو راه كبير ماشي صغير. كان هادو هما المعلومات اللي عندي. نتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم، ما تنسوش انكم تبارطاجيو على اوسع النطاق باش يوصلوا لكاع البنيات ان شاء الله. وما تنسوش الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه فمرحبا بكم، انا اسماء بوسلم. نتمنى انكم تضيفوني في خاصيه الابوني وتفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل من هو جديد. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، وفيديو جديد اولا في وصفه جديده. تصبحوا على خير وتهلاو في ريوسكم.